الفيديو ده يا صديقي هقولك فيه على اهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا فيديو النهارده، يا ريت ما تنساش تعمل لايك فضلا وليس امرا، واعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا فيديو النهارده باول اخبار الاهلي. مصدر يؤكد بان الكابتن سيد عبد الحفيظ متواجد حاليا في احد الدول الاوروبيه من اجل حسم صفقه المهاجم الاجنبي وسط حاله من السريه التامه على الصفقه. ويؤكد بان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتفاوض في سريه تامه مع احد الانديه الاوروبيه من اجل حسم التعاقد مع مهاجم اجنبي بناء على رغبه ياس تربة المدير الفني للاهلي. مصدر بالاهلي يؤكد بان فكره عوده اسامه ابو علي للفريق مجددا غير مطروح في الوقت الحالي على طاوله النادي نهائيا. ويؤكد بان كل ما تم تداوله مؤخرا عن رغبه الاهلي بعوده اللاعب مجددا او وجود مفاوضات مع اللاعب غير صحيح ولا اساس له من الصحه، ولم يتم طرح هذا الامر على طاوله النادي مثلما يقال. الاهلي يبدا مناقشه ملف اللاعبين تحت السن الذي تم عرضهم سابقا من جانب بعض وكلاء اللاعبين على طاوله النادي تمهيدا لضم ثنائي تحت السن خلال فتره الانتقالات الحاليه، وذلك بعدما تمسك ياس ترب بضروره ضم مدافع اجنبي في الوقت الحالي، وهو ما جعل اداره الاهلي تتحرك لضم مدافع تحت السن من اجل تلبي رغبه ياس ترب لعدم قدره النادي على ضم مدافع فوق السن لعدم وجود مكان بقائمه الاجانب بالفريق.